طال عمرك التقنية اللي موجودة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هتساعد المدينة انها تقوم باشياء كثيرة جدا ما هي متوفرة في اي مكان في العالم، وانا اقدم لكم الدكتور احمد يماني اللي هيعطيكم شرح موجز عن هذه التقنية اللي موجودة فقط في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. مساك الله بالخير طال عمرك. ابناؤكم يا خادم الحرم عبدالله الاقتصادية مدينة ذكية تتجاوز سرعة انتقال البيانات والإنترنت فيها أسرع الشبكات في العالم ب10 أضعاف، بما في ذلك شبكات البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا. نبني هذه الشبكة طال عمرك بهذا الشكل لنثري حياة الناس بشتى الخدمات الإلكترونية ولنحفز الإبداع والابتكار لديهم. مثلا أنا الآن موجود في مكان آخر في المدينة، أنقل إليكم بشكل ثلاثي الأبعاد زي ما تشوفوني الآن. واسمحوا لي أقدم لكم ابنكم ريان. تفضل يا ابني. السلام عليكم. ريان ايش تبغى تقول لطويل العمر؟ شكرا يا بابا عبد الله انك حولت رابغ من مدينة اقل من عادية الى مدينة تعد محط انظار العالم. ريان ايش تبغى تصير اذا كبرت؟ طبيب في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اعالج المرضى في اي مكان في العالم. طب وري طويل العمر كيف تقدر تمشي وترجع لاخر المسرح. طال عمرك باذن الله سنحقق حلم ريان في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. سيكون طبيب اذا كبر يشتغل في المدينة ويعالج مرضاه في اي مكان في العالم، ينتقل بشكل ثلاثي الابعاد زي ما انتقل لكم انا الان، وتماما كما سينتقل اي مدرس من المدينة ليدرس تلاميذه في اي مكان في العالم. هذه التقنية بهذه السرعات العالية للشبكة غير موجودة في اي مكان في العالم الا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وان شاء الله ستتم بايدي سعودية بشركة اثراء السعودية وبالتعاون مع شركة سيسكو العالمية. فطال عمرك الدكتور أحمد ممكن يكون في أكثر من موقع في آن واحد داخل المدينة. هو الآن طال عمرك في موقع آخر من مدينة الملك عبد الله وظاهر معنا على شكل ثلاثي الأبعاد. ممكن يشارك في الجامعة يلقي محاضرة وهو موجود في بيته طال عمرك. أما اللي على يساره فهذا شخص حقيقي طال عمرك. ممكن يا ريان تمر من خلال الدكتور أحمد بس على أساس تمشي قدام الدكتور أحمد. تعال كذا ريان. طال عمرك أنا أسمعكم وأشوفكم تماما زي ما تسمعوني وتشوفوني. طال عمرك. مساء الخير. مساكم الله بالنور. طال عمرك وينك في الآن؟ أنا في مكان آخر في المدينة، أنقل لكم بشكل ثلاثي الأبعاد من خلال شبكة الألياف البصرية في المدينة. اسم المكان؟ داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. شكرا لكم طال عمرك. شكرا دكتور أحمد.